علق الناخب الوطني وليد إليركراكي على الأحداث التي وقعت بعد نهاية مواجهة الكونغو الديمقراطية. وقال إليركراكي في الندوة الصحفية التي تلت اللقاء: ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن، أكن احتراما كبيرا لمبيمبا، ربما كان الأدرينالين هو الذي جعله يتفاعل بهذه الطريقة، ليس هناك أي مشكل. من جانبه ردت شانسيل مبيمبا في تصريحات إعلامية بالقول: أحترم هذا المدرب، هو رجل عظيم مردفا. اللقطات التلفزية أظهرت لقطات معينة، لكنني لن أتكلم، وأفضل التزام الصمت. وتابع المتحدث: هكذا أنا والجميع يعرفني، أحترم الجميع ولست بحاجة إلى انتقاد أي شخص، لكن عدالة الله موجودة. وتابع مبيمبا: لست باللاعب الرائع، ولكني أعتقد أن هذه الكلمة ما كان يجب أن تخرج من إليركراكي. ورفض شانسيل مبيمبا لاعب مارسيليا وقائد الكونغو الديمقراطية مصافحة المدرب وليد إليركراكي بعد نهاية المباراة. ورد الناخب الوطني على مبيمبا قائلا: انظر إليه، انظر إليه. وحدث بعد ذلك شجار بين لاعبي لمنتخبين كاد يتحول إلى ما لا حمد عقبه.